السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم الخبز بروتيني بدون نشويات وتاكلي وانتي مرتاحه وما تزيديش في الوزن. خبز خطير البنات، كيجي غزال، تاكلي فيه، تاكلي باش ما بغيتي، بالطاجين ديري ساندويتش. المهم اي حاجه طاحت لك بالك تاكليها بالخبز، اي حاجه كنتي شحال هذيك كتاكلوها بالخبز، هذا خبز بديل وما كتزيديش في الوزن وكتنقصي. كنحتاجو 4 البيضات، واحد الخماره، الزيت البلديه، شويه الملحه والخل والفول السوداني. المهم انا غنحتاج هنايا، غنجيب هاد باش غادي نطرب ان شاء الله فيه. غادي نحتاج البيض، عندي 4. غندير شويه د الملحه، متكتروش الملحه باش ما يجيكمش مالح، غير شويه، ومعلقه ديال الزيت البلديه كبيره. هاد الخبز كيجي قلت لكم خطير وتيجي واعر. مهم صافي، وغادي ندير الخل باش ما يبقاش السفوريه ديال الريحه ديال البيض، وندير خماره وحده، وغندير 2 معالق ديال الفول السوداني ديال كاوكاو. اللي ما عرفش الفول السوداني هو كاوكاو، كطحني على يدك. ديجا غادي دابا نبارطاجي معكم كيفاش درتو في الدار وبطريقه صحيه حتى هو، يعني ما درت فيه لا زيوت مهدرجه لا حتى شي حاجه. صافي، وغنديروا شويه الخل كما قلت لكم باش ما يبقاش فينا، ما تبقاش الريحه ديال البيض. غنجيب واحد المول هكا، ما يكون لا كبير لا صغير، وكندهنو بزويته بلديه، ومن احسن تدردروا عليه شي حاجه من التحت باش ما يلصق ليكمش. انا نسيت، ومهم ما لصقليش انا بزاف ولا غير شويه. المهم نتوما غير باش ما تلصق ليكمش، وصافي ديروا تحت منها بودورشيه ولا شي حاجه اخرى. صافي هنايا دخلتو الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت، طاب، جا خطير. هذا غترحموا لي عليه الوالدين. للناس اللي كيحماقوا على الخبز، هذا هو الفيديو ديالكم، هذا هو خبزكم. اللي كيبغي ياكل اي حاجه بالخبز، هذا غترحموا لي عليه الوالدين. كما قلت لكم تيجي مفشفش وما فيهش ريحه البيض، وكيجي غزال. كتاكلي شي حاجه وانتي مرتاحه اول حاجه، وما كتزيديش في الوزن، وتاكلي الكميه اللي بغيتي، هذه اهم حاجه. انا هذا كنعتمدو البنات اغلب الاوقات، يعني الحمد لله فاش كنت بديت الرحله ديال انقاص الوزن ديالي، هذا اللي كنت نعتمد عليه بشكل كبير. كنت نديرو، وكلا كنت شهيت ما هكا الخبز ديال القمح كنديرو بالنخاله، وكناكل 50 غرام. هذا ما فيهش لا